عزيز بودربالة، عزيز مراوغه ديال العزيز، راوغ ديال اللاعبين دائما محاوله ديال القذف، يقذف قذفه كانت اعاده لهذه العمليه. القذفه كانت قذفه قويه. رشيد الدودي تيبحث على منفذ باش يقذف. رشيد الدودي ما تمكنش من القذف بالطرف بعد المضايقه ديال عادل رمحي وضربه خطا. تلاحظوا بانه في ما تجي ضربه خطا الا والجمهور ديال الوداد تيصيح لان تهدد المرمى ديال الطرفين الا عن طريق القذفات من بعيد، وهذا الشيء يساعد باش يقذف. داودي دائما خطوره وارده ضربات ثابته. قذفه للقذفات ديال كما تلاحظوا من هذه الزاويه الاخرى. القذفه كتمشي بواحد تترجع الكره من طرف الشبوكي. عزيز مراوغه جميله ديال عزيز، دائما الكره عند عزيز تمريره ولكن الحكم غيوجه اول. الدودي الحكم عطى الاشاره. الدودي القذفات ديالو، القذفه الحارس يبعد الكره. دائما الكره خطيره لفائده فريق الوداد ولكن تدخل اخيرا احد المدافعين. الدودي مره اخرى دائما الكره لفائده فريق الوداد تنتهي بقذفه. كيدخلوا المدافعين دائما الضغط لفائده فريق الوداد. مره اخرى الحكم تيشوف ان هناك خطا، ما حسبش عدد دفات تشكل خطوره. الان غتلاحظوا بانه الدودي خدا موقع اخر بحيث انه غتكون الدقه اكثر من. لاحظوا القذفه، هدف لفائده الوداد، هدف لفائده الوداد. كما قلت بانه غادي تلقى انذار، الدولي لانه خلع القميص ديالو الاضافي الاول بحيث انه الدقه غتكون تتحل محل القوه. وهذا كان باين بانه هذه السلسله من القذفات غتتوج بهدف. لاحظوا غتمشي الكره احتكاك بين العمودين، فما تنظنش بانه كاين شي دور ديال حارس المرمى. فكان تيبان بانه شيئا ما للجهه اليسرى دي محاوله الفريق الكوكب المراكشي. قذفه اللاعبين ديال الكوكب تيحيطوا بالحكم بدعوى ان الكره لمست. بوجمعه داخل منطقه الاستقطاف ولكن تدخل الاقل على التعادل. الجيسر مباشره وتدخل ديال الحارس عشاب اللي تمكن بشغل لان الدولي قذف ما يقارب من 8 ديال الكرات ولكن الكره التاسعه او العاشره اللي ما كاينش هناك احصائيات صحيحه. هذه فرصه ديال بودربالة، هذا طيبيه كان بامكانه ما كوش فرص ديال التسجيل ولكن فرصه لفائده فريق الوداد البيضاوي. الاضافه الاصابه الثانيه بودربالة بوحده شايل بودربالة مره اخرى تضيع بودربالة في اقل من دقيقه فرصه هشام. واحد اثناء الحكم على نهايه المقابله بفوز فريق الوداد على فريق الكوكب المراكشي باصابه 1-0 في لقاء كانت فيه الاتفاق مربوش رجحه لاحد الفريقين ولكن كانت فرص الفوز يمكن نقول. كأس العرش يسلمها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل سيدي محمد لرشيد الدودي عميد فريق الوداد البيضاوي. الوداد